موعد أول مباراة لمنتخب مصر بعد صدمة كأس الأمم الإفريقية والعودة للمونديال. ودع المنتخب المصري تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مساء الأحد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الهزيمة أمام الكونغو الديمقراطية في دور ال16 من عمر البطولة، ويستعد منتخب مصر للعودة لمواجهة تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بوركينا فاسو يوم 5 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى. وتمكن منتخب مصر من الصعود لدور ال16 بكأس الأمم الإفريقية بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقط جمعها من 3 تعادلات إيجابية أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2. وخسر زعيم القارة المتوج ب7 ألقاب كأس الأمم الإفريقية أمام فهود الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 على ملعب لاورنيت بوكو. وسيطر التعادل الإيجابي على المباراة بعد أن تقدم إليا للكونغو في الدقيقة 37، ثم سرعان ما تعادل منتخب مصر عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ضربة جزاء. وشهدت الدقيقة 7 من عمر الشوط الإضافي الأول طرد الظهير الأيسر البديل لمنتخب مصر محمد حمدي ليكمل الفراعنة 120 دقيقة ب10 لاعبين. ولجأ المنتخب لركلات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة، وشهدت إهدار محمد أبو جبل ليودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية.